احنا هنتكلم عن فترة المراهقة. فترة المراهقة يا جماعة، طبعا في تغيرات كتير بتمر بيها الأولاد. التغيرات ديت تغيرات نمو، تغيرات في الصوت والشكل والشعر والوجه يعني تغيرات جسدية وتغيرات نفسية. آه، قبل ما أبدأ الفيديو، عايزة لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين إيه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير، في صحة وفي سعادة وفي راحة بال من رب العالمين. ان شاء الله يا رب. اتمنى ان المحتوى اللي انا بقدمه يكون بيعجبكم وبينور رضاكم، واتمنى منكم ان انتوا تشيروا فيديوهاتي في كل مكان عشان خاطر الناس تستفاد والقناة تكبر. تمام بيكوا وليكوا. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فترة المراهقة دي من أهم الفترات اللي الأولاد بتمر بيها. أهم الفترات يا جماعة اللي ولادنا وبناتنا بيمروا بيهم. طبعا يعني أنا الكلام دوت لكل أب ولكل أم والكل كمان بنت وولد في سن المراهقة. خلاص. اول حاجة احنا عندنا طبعا طبعا في حاجات الولاد بيمروا بيها، في تقلبات بتحصل في المزاج. وعلى طول كده تحسي ان هم يعني ايه، الولاد كده مش في المود بتاعهم، اتغيروا. اتغيروا في طريقتهم، في اسلوبهم، فابتدوا ان هم ياخدوا من الناس اللي بره. ابتدوا ان هم في حاجات كتير بيقلدوها، عايزين يعملوها. في حاجات كتير بتظهر عليهم طبعا نفسيا وجسديا. فاحنا اول حاجة هنتكلم فيها التغيرات الجسدية. طبعا اول حاجة الطول بيزيد، والوزن والشعر طبعا بيظهر في بعض المناطق. الصوت، لو لولد بيخشن، ولو لبنت يعني بيحد شوية او بيرفع. كمان ظهور أحب الشباب في الوجه. الحاجات دي كلها بتبين لنا اللي هو الأولاد في سن المراهقة. يعني انت تعرفي ابنك ازاي ان هو في سن المراهقة؟ سن المراهقة ده يا جماعة دلوقتي بقى يبدأ من إعدادي. يعني على أيام زمان كان بيبدأ من ثانوي، لا دلوقتي بيبدأ من إعدادي. تمام. فاحنا لازم برضو نكون يعني ايه حريصين مع اولادنا على ان هم يعني ايه. طبعا على طول الكلام على طول معاهم. ال- الكلام على طول معاهم. طبعا ان انت تصاحبي بنتك او ابنك، دي حاجة كويسة جدا جدا. التغيرات بقى النفسية اللي بتظهر على الولاد، بقى الولد او البنت بقى يكونوا عايزين ايه؟ يعتمدوا بقى على نفسهم. يكون عندهم هوايات خاصة، عايزين بقى يكونوا ذاتهم، عايزين يخرجوا بقى لوحديهم. آه، طبعا انتوا فاهمين طبعا. مش عايزين بقى ان انتي بقى يعني الام والاب بقى يكونوا بالنسبه لهم ان مثلا انا ادي اوامر. لا، مش يعني انا بطلب برضو من كل اب ومن كل ام ان لما تيجي تتعاملي مع ولادك صاحبيهم. بلاش ان انتي تعملي عليهم. ايوه انتي ام وكل حاجه وبابا وكل حاجه، بس انتوا لازم تصاحبوهم، لان السن ده خطر جدا يا جماعه. السن دوت ممكن الولاد يأذوا فيه نفسهم بدون ما يشعروا. فاحنا نحاول ان احنا نتقرب منهم. وطبعا الكلام معاهم ان هم يتقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. لازم ان انتي توعي ابنك وبنتك بالتقرب من الله سبحانه وتعالى. لازم توعي بنتك تصاحب مين وما تصاحبش مين، تكلم مين وما تكلمش مين. لا، اتكلمي بصوت واطي. نقول لهم مثلا الصاحب ساحب. يعني نحاول ان احنا اختار صاحبك الكويس، ابعد عن ده، كلم ده كده وهكذا. طبعا كل الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي في الاخر بتوصل ولادنا لبر الامان. عندنا مثلا نصايح عايزين نقولها، نصائح للتعامل مع المراهقين. ازاي ان انا يعني اكون اتواصل مع اولادي وفي نفس الوقت
مش عايزه ازعلهم مني، في نفس الوقت مش عايزه، لان في ولاد ما بيكبروش لحد وبيعملوا الغلط وبيتمادوا فيه. فاحنا نحاول نعمل ايه؟ على طول نتواصل معاهم، نتكلم معاه بهدوء، نفهم وجهة نظره، وبعد كده نفتح باب مناقشة معاهم. وبعد كده يعني ايه، نقول لهم ايه هو الصح وايه هو الغلط، بالدلائل وبالبراهين وبالقصص الحياتية اللي في حياتنا. يعني حتى احنا لما نيجي نتكلم معاهم ونجيب لهم مثلا قصة او حكاية هما يسمعوها فيأمنوا بيها. طيب، لازم كمان نمنحهم شوية ثقة. يعني ايه الثقة بالنفس؟ لازم نمنح ولادنا شوية ثقة، لازم نقول لهم لا، انا دلوقتي منحتك شوية ثقة، اثق فيه واثق في قدراته على اتخاذ القرار. يعني ثقته في نفسه دوت بيعزز الثقة في النفس، بيعزز ثقة الولد او البنت في نفسها. على فكرة كمان يا جماعة، والله لما تثق في ابنك وتديه الثقة دي، هو مش هيخونها، هو هيقول ماما او بابا مديني الثقة، انا يعني بلاش ان انا اعمل حاجة غلط لان هم واثقين فيا. تمام. بعد كده كمان لازم نحاول يا جماعة نفهمهم، نفهم مشاعرهم، نفهم دماغهم. يعني ايه، لازم نحاول نفهم بنتنا او ابننا بيفكروا ازاي. اذا كان في حاجة غير منطقية، مثلا نقعد معاهم، نفهمها لهم، نحاول ان احنا نشرحها لهم عشان خاطر ما يعملوش حاجة غلط. وحاجة كمان ان احنا نقول قواعد، يعني نقعد كده معاهم نفهمهم شوية قواعد، شوية حدود، شوية أهداف. انتوا هتمشوا على الحاجات دي انتوا تمشوا عليها. الحاجات اللي انتوا ما تم يعني انا بقول لك امشي على الحاجات دي، بعد اذنك طبعا انا بقول امشوا على الحاجات دي، ما بفرضش عليك ان انت تمشي على الحاجة دي بالعافية، لا. احنا بنطلب من ولادنا بالراحة باسلوب مهذب. لو سمحت، انت بتتكلمي مع ابنك او بنتك وبتتكلمي معاها تقول لهم لو سمحت. كلمة لو سمحت دي انت هتجبريه ان هو يعمل الحاجة، هيطيعوك وهيعملوا الحاجة اللي انتوا عايزينها، من غير تكلف، من غير عصبية، من غير نرفزة، من غير وجع قلب زي ما بيقولوا. فانت يعني لما تيجي تطلب من ابنك حاجة عشان يطيعك، اطلب منه بصيغة الرجاء مش بصيغة الامر. خلاص. لازم كمان تبين له، يعني تكون انت تكون لابنك او بنتك قدوة حسنة. يعني ايه قدوة حسنة؟ قدوة حسنة قدامك في موقف انت بتتعامل معاه، بتتعامل مع باباك، مع والدك، مع والدتك، تكون ليه قدوة حسنة. لما هو يشوف الموقف ده ابنك هيطلع زيك، هيطلع يتعامل زيك. تمام. وابنك برضو لو شاف موقف مش حلو هيطلع، وابنك برضو لو شاف موقف مش حلو هيطلع برضو يتعامل بنفس الاسلوب وبنفس الموقف اللي انا بتكلم بيه دوت. خلاص. طيب، لازم نتحكم في اعصابنا ونتحكم في مشاعرنا، وبلاش ان احنا نتصرف اي تصرف سيء ومعاه علشان خاطر هو يحبك ويقرب منك ويكون صاحبك وصديقك. في كل الحاجات اللي انا بقول عليها دي يا جماعة، والله العظيم تلاتة، التقرب من الاولاد بشكل مستمر، ان انت توعي بنتك، ان انت توعي ابنك، خديهم كصحابك، بلاش تاخديهم ان هما ولادك. وفي السمع والطاعة، اسلوب السمع والطاعة دوت انا برفضه في تربية الاولاد نهائيا. انا ما بحبش اسلوب السمع والطاعة ده. انا بحب اسلوب المناقشات واسلوب المحاورات، واسلوب ان انت تصاحبي بنتك، علشان خاطر لو انت ما صاحبتيهاش هتلاقي حد تاني تصاحبه بره. فانا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. واستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. وعايزة الفيديو يتشير في كل مكان ويكسر الدنيا، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. وباي باي، مع السلامة، باي باي.